كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه حذو منكبيه قصاد كتافه، وقيل حذو أذنيه، لكن المتفق عليه أن تكون بطون اليدين إلى القبلة. يرفع يديه حذو أذنيه. الله أكبر. ولما تقول الله أكبر قولها صح بقى، الله أكبر، الهاء مضمومة والكاف مش جيم. أكبر، الله أكبر. وانا بقولها طلع كل الصغار، كل شيء صغير. الله ينصب وجهه فارغب إليه كما تشاء. وضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره، مش بطنه، مش سرته، مش تحت السرة، مش كده، مش كده. وقيل كان يقبض بيمينه على شماله، يعني يمسكها كده. وقيل كان يضع الذراعين يده على المرفق. يبقى يا اما تضع يدك كده، يا اما كده الكف على الكف، يا اما تقبض كده. كل الثلاثه صح. قالوا النظر لمحل السجود اقرب للخشوع. يعني النظر لمحل السجود مش هو الفرض، عشان كتير من الناس يسالنا بالكعبه انظر للكعبه ولا محل السجود؟ اذا كان نظرك للكعبه اقرب للخشوع يبقى هو الافضل، اذا كان نظرك لمحل السجود اقرب للخشوع يبقى هو الافضل. في الحديث القدسي انما اقبل الصلاه ممن تواضع بها لعظمتي. اذا قمت في الصلاه فتقنع وتمسكن، ما تبقاش واقف كده، انكسر لله سبحانه وتعالى. واملأ كيانك خشية واملأ فؤادك من رجاء. مش لازم تلمس كده، مش لازم تحط صبعك في ودانك كده، مش لازم، وانما الله اكبر. ابدا قول دعاء الاستفتاح الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. خلص دعاء الاستفتاح استعذ بالله. كثير من الناس يقول لك انا بوسوس، استعذ بالله وادفع عن يسار، بستعيذه برضه ووسوس، لانه هو ما بيستعذش مع اليقين والاحساس ان هو لجأ الى الله ودخل في حماية الله. انا عايزك ما تغمضش عينيك وانت بتصلي، عايزك وانت بتقرأ الفاتحة تتذكر قول الله في الحديث القدسي: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي. فإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي. فإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي. وأنا عايزك تقعد قدام شيخ يصح لك الفاتحة. الفاتحة فيها 14 شدة، إذا فاتتك شدة فقد أثرت في صحة الصلاة. ولما تقول آمين اطلب، معناها استجب يا رب. آمين لا، حركتين، آمين. وبعدين اقرأ سورة قل هو الله أحد، ثم ارفع يديك الله أكبر واركع. افتح ايديك الاثنين، افتح صوابعك كده، وبعدين انزل بحيث ان ايديك يبقوا مفتوحين على ركبتيك. دي نمرة واحد، وضع اليدين. نمرة اتنين، ظهرك مفرود على الاخر، بلاش تنزل كده، لا، ولا تعمل كده. كتير من الناس بيعمل كده، دي مش ركوع ده، لا لا، ظهرك يبقى مفرود مستقيم. كان لو وضع على ظهره قدح ماء منكب. دماغك في مستوى اكتافك، واكتافك في مستوى ظهرك، وقابض على الركب. نهى عن الطباق. الطباق ان الانسان يضم ايديه ويحطهم كده في الوسط. دراعك مفرود يبقى ظهرك مفرود. سبحان ربي العظيم، كأنك بتقول انا الذليل. وإذا قدمت على الكريم حظيت منه بالثناء، وأقمت قرب جلاله أكرم بهذا من جزاء. وترفع وترفع معك ايديك. سمع الله لمن حمده. تنزل ايديك. ربنا
ولك الحمد حمدا دائما طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت بشيء بعد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد ثم تهوي ساجدا. العلماء بقى يقولوا ايه؟ ينزل على ركبه ولا على ايديه؟ لا ينزل على ايديه. الله اكبر. جبهته في الارض، انفه في الارض، والايدين في الارض، الركبتين، صوابع رجليه من ورا. الله اكبر. مكن لجبهتك في الارض. عفر جبينك موقنا أن السجود له ارتقاء أن السجود له ارتقاء. يبقى ايديك كان يسجد على 7 أعراب، الجبهة والأنف واحد، الإيدين، الركبتين، الرجلين من ورا مضمومين. كان إذا سجد صف قدميه. سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. ثم يقوم جالسا. لما يقوم يجلس على اليسرى، يفرش اليسرى ويجلس عليها ويوقف اليمنى وتكون أصابع اليمنى جهة القبلة ويضع يديه على فخذيه. ثم في التشهد يقول يعمل بإيده حلقة، هم قالوا 51. إيده مفروض على ركبته ويفرد صباعه السبابة أو السباحة يسبح به، كان يحركها صلى الله عليه وسلم وقال هي أشد على الشيطان من الحديد. أقبل على رب الورى لله ما أحلى اللقاء. النور والبرهان فيها والتبتل والدعاء. الجلسة دي اسمها جلسة الافتراش. جلسة الافتراش أن يجلس على رجله اليسرى يفترشها ويضع رجله اليمنى. طب لو الصلاة رباعية يبقى اسمها جلسة التورك، أن يجلس على وركه بأنه يطلع رجله الشمال من تحت رجله اليمين ويجلس هكذا ويقرأ التشهد التحيات لله والصلوات الطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وكان بعد التشهد يستعيذ من 4. اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم وأعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. ثم تسلم، تنطق التسليمة السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. والله يدعو إلى دار السلام. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون.